يا اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اكلتنا النهارده اكله حلوه جدا. هنعمل اكله القلقاس اللي بتدفي كل الناس. اكله القلقاس دي يا جماعه رقم 1 في الشتاء، ورقم 2 محشي الكرنب. عندي هنا قلقاسيه كبيره كده حلوه مبقلظه كده. جبناها وقشرناها، وايدينا لازم تكون نضيفه وتكون ناشفه خالص. وبعد ما نقشرها ننشفها بمناديل مطبخ. تمام كده. عندي هنا بقى فرخايه حلوه مبطبطه كده. بدأت ان احنا نسلقها. تاني حاجة عندي في حلة كده، بدأت ان انا جبت بصلاية كبيرة وبدأت ان انا اشوحها واحط كمان معاها فلفل وملح بس، وحطيت عصير الطماطم. تمام كده. عندي هنا بقى الخضرة بتاعة القلقاس عبارة عن سلق، وعندي كمان الكزبرة. هتقطعي يا ست كل الكزبرة السلق كده بالطريقة دي. احنا مش عايزين غير الورق بس، مش عايزين العيدان الكبيرة دي. تمام. كل دي شكليات، احنا عايزين الورق بس. وكمان عندك شوية كزبرة، تبدأي كمان تنضفيهم كده، تشيليهم من الربطة بتاعته، وتبدأي تظبطيه وتنضفيه وتغسليه وتسيبيه على جنب. هوريكي دلوقتي هتعملي فيه ايه. جبت هنا بقى القلقاسية، قلت لها تعالي بقى يا ست الحاجة احنا هنبدأ نطبخك. جبت البلانشة بتاعتي والسكينة الكبيرة، وبدأنا ان احنا نتعافى عليها كده، يا ست تقطعي مش راضية، يا ست تقطعي مش راضية. المهم فضلنا يا احنا يا هي، يا احنا يا هي، هي يا احنا. المهم ان احنا ربنا كرمنا ونصرنا عليها، وبدأنا نقطعها كده. تمام. تبدأي يا ست تقطعيها مكعبات، ولا منها كبيرة ولا منها صغيرة، ولا منها تخينة ولا منها رفيعة. هتقولي لي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هقولك علشان لما تيجي تفتحي بقك وانت بتاكلي على ترابيزة السفرة ما تلاقيش ان بقك بياخد قلقاسية كبيرة. لا، عايزين حاجة نونو نونو. طيب بالنسبة للحاجة التانية، مش عايزين برضو في السوا تكون القلقاسية كبيرة قوي، لا عايزينها تستوي تكون حاجة حلوة وصحية. تمام كده. تبدأي بصي بالسمك ده كده تقطعي حاجة حلوة نستفاد بيها، احنا هنستفاد بيها، مش هنسيبها غير لما نستفاد بيها. طبعا ايدي نضيفة وناشفة ومفيهاش اي حاجة خالص. ما تقلقيش، احنا هنغسله، هو هيبقى نضيف ان شاء الله، وهنغسله القلقاس، ما تقلقيش. تبدأي بس تقطعي كده القلقاسية. عايز اقولك انها هتطلع عينك شوية، بس معلش كله يهون. تمام. من اول بقى الخطوة دي يا ست الكل تقدري تفرزي القلقاس بالطريقة دي. طبعا انا هنزلهولك في فيديو منفصل ان شاء الله قريب. هو هعملك برضو فيديو كمان لطريقة السلق بتاع القلقاس، بس هنشتغل مؤقتا كده مع بعض في الفيديو ده. بصي بدأت ان انا اقطع كده حتة حلوة، المكعبة تكون بالشكل ده، حاجة لذيذة بسيطة كده. تمام. عارفين مكعبات البطاطس اللي بتحطوها في الطبيخ؟ هي تكون كده. تمام. طبعا بالنسبة للأطفال اللي ما بيحبوش القلقاس هنضحك عليهم ونقول لهم ان ده بطاطس علشان ياكلوا ويكون حاجة مفيدة ليهم. تمام. عايزه اقول لكم كمان ان في اطفال في الجيل ده ما شاء الله عارفين ان ده قلقاس وبيحبوه، فانتوا برضو تحاولوا ان انتوا تغيروا في الاطعم وفي الاشكال بتاعة الاكل علشان الولاد ياكلوا كل حاجة مفيدة ويستفادوا منها. شايفة المكعب شكله عامل ازاي؟ هو ده اللي تثبتي عليه بقى في كل التقطيعات بتاعتك، بحيث ان السوا يكون واحد، وبحيث برضو ان الشكل العام يكون متناسق، وبحيث برضو التسوية تكون تمام. بص كده. يا سلام يا سلام يا عم القلقاس، يا سلام. طبعا القلقاسية ممكن تعمل معاكي وزن كيلو 2 كيلو، ممكن تجيب 2 وهكذا. جبت بقى شوية مية سخنين كده وبدأت ان انا اشطفه. عايزه اقولك ان هو بيبقى ملزق، عامل كأنه في ريم كده، او يعني مش عايزه اقول كلمه مش لطيفه، بس هو بيبقى ملزق، مفيش اي مشكله خالص. هتلاقي عمال بينزل زي ميه بيضه كده كأنها نشا، لان هو زيه زي البطاطس. فدي حاجه عاديه خالص. بتبدأي ان انت تشطفيه لغايه اما توصلي بس لمرحله حلوه كده من الميه، وتلاقيه خلاص بقى تمام لونه حلو، وتبدأي تصفيه خالص، وتنزلي عليه بقى بالمية المغلية كده. خلاص كده بقى تمام. هتسيبيه منقوع شوية،
وبعد كده هنصفيه ونطلعه، هنصفيه بقى خالص بحيث ان هو يبقى ناشف خالص. تمام. عندي بقى الطاسة بتاعتي كده، جبت فيها معلقة من السمنة، معلقة سمنة بلدي كده، تبدأي ان انتي تسيحيها وتبدأي بقى تشتغلي في الخضرة بتاعة عم القلقاس. عم القلقاس ده بيحتاج الكزبرة وبيحتاج سلق، فبتبدأي تقطعيه كده قطع يعني حلوة، حجمها حلو كده، وتبدأي تسيبيها على النار، على نار هادية. طول ما انت رايحة جاية واقفة قدامها تبدأي ان انت تقلبيها بحيث ان هي توصل معانا للمرحلة اللي هوريها لك دلوقتي. رايحة جاية تقلبي، خلي بالك اوعي تتحرق. دي مرحلة وصلنا لها بعد 10 دقايق تقليب مثلا. تمام. اهو بصوا، بتلاقي بدأت الحجم بتاعها كش وبدأ لونها يغمق سيكا، احنا مش عايزينها تتحرق، تخلي بالك. بصي، تفضلي تقلبي تفضلي تقلبي وتخلي عينك عليها، انا حذرتك اهو. تمام. واثناء وانت شغالة خلينا بقى نروح نعمل حاجة تانية ونشوف ورانا ايه، وبرضو نرجع نقلب تاني، مش عايزاكي تنسي التقليب. هنا بقى نرجع لعم القلقاس، خلاص وصلنا هي للمية النضيفة بتاعتنا، ونبدأ ان احنا نشطفه كده بايدينا شطفة جميلة، وهنبدأ كمان نصفيه. قلت بقى يلا بينا نحط معلقة سمنة تاني حلوة كده، وبدأنا نقلبه. تبدأي تقلبي كده وتظبطيه. بصي، وصلنا لمرحلة حلوة جدا من السلق اهو على النار. بصي لونه بقى عامل ازاي. هنا بقى عندي بدأت ان انا اعمل شوربة خضار كده، وبدأت ان انا اعمل كمان كوسة. بصوا بقى شوية النعناع دول هتمسكيهم تبشريهم على الكوسة، يا سلام يا سلام على الطعامة والجمال. احنا كنا عملنا فيديو قبل كده للكوسة، فهسيبهولكوا تحت في صندوق الوصف. هنا بقى جهزت الشوربة بتاعة القلقاس. جبت معلقة من الصلصة كانت جاهزة معايا، الصلصة اللي احنا اشتغلناها من شوية اللي هي بتاعة الكوسة، خدت منها حوالي معلقتين 3 كده على شوية الشوربة دول. تمام. هقلبهم كده بحيث ان هما يدوبوا كده. احنا بدأنا في خطوة القلقاس خلاص، بدأت الشوربة انها تغلي خلاص. انزل بقى بالقلقاس بتاعي بعد ما صفيته واتأكدت ان هو مفهوش اي مية خالص. هسيبه كده شوية على النار ياخد ويدي بشكل ودي علشان يبقى جاهز معايا. واديته بقى عصرة ليمون علشان يحفظ اللون بتاعه والشكل بتاعه، هيديله شوية طعم. انما ايه حكاية، والسر هنا بقى يا جماعة في عصير الليمونة ده. تمام. خد عصير الليمونة، هديله تقليبة واقوله استنى انت بقى على جنب. نبدأ بقى بالتوابل بتاعتنا، تحط شوية ملح على شوية فلفل، وبرده هتدوقي الطعم بتاعك لان احنا حطينا الشوربة بتاعت مرقة الفراخ لو تفتكروا معايا. بصوا بقى المرحلة دي خلاص انا قفلت عليه وقلت يلا انت كده تمام، خليك بقى جاهز معايا. بصوا كده مرحلته حلوة قوي. بدأت ان انا اجيب كمان هي معلقة كده صغيرة من الثوم، اديله تقليبة كده. تمام. واقلب كله مع بعض، وتحطي بقى توابلك الحلوة، تحطي كزبرة وتحطي فلفل اسود، وكفاية كده عليه. تمام. واحنا برضو مظبطين ايه يا جماعة، مظبطين الشوربة بتاعتنا. تبداي تقلبي 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 وتقومي جايبة الكبة او الهاند بلندر بتاعك او الخلاط، وتقومي حاطة فيه السلق ده بحيث ان هو يتضرب ويكون جاهز معاكي، بحيث ان العيدان بتاعة الكزبرة وبتاعة السلق ما تكونش ناشفة وتكون عاملة شكل مش حلو في الطبق، لا انا عايزاها تكون مطحونة. فاحنا هنطحن الكزبرة دي مع السلق. تمام كده. كده انت تمام وحلو قوي، لوز اللوز يعني خلاص. تمام. دي تقليبة على نار هادية خالص وفي اخر مرحلة ليها.
وفي الاثناء دي طبعا القلقاس شغال مع نفسه على النار. بعد ما ضربت بقى الخليط بتاعي في الكبة رحت نازلة بالسلق وبدأت ان انا اظبطه كده. ده بقى شوية بتنجان مسلوقين كده ومتبلين بالتتبيلة بتاعتنا. هسيب لكم برضو تتبيلة البتنجان تحت في صندوق الوصف. بصي بقى يا ست كل القلقاس، بصي الخضار، بصي الجمال، بصي الحلاوة، بصي الطعامة. عايزة اقول لكم طعمه هيكون روعة. الحاجات الكبيرة دي برضو للأسف هيكون لسه موجود فتقدري ان انتي تشيليها. كده احنا خلصنا يا جماعة. عملنا طبق شوربة خضار وعملنا كوسة مطبوخة وعملنا كمان الأستاذ قلقاس وعملنا الفرخة المحمرة بتاعتنا وكمان البتنجان المخلل وشوية رز بالشعرية. حاجة منتهى الروعة. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ومستنية رأيكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. مع السلامة.